الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ارحمنا برحمتك. سائلة تقول: أرجوك سيدي وجه نصيحة لزوجي، لقد كان قبل أن يعقد علي يغدق علي بالهدايا ويرسل إلي بكل أنواع المباهج والمأكولات ويكرمني، ولكنه تغير بعد العقد علي. أما بعد أن أخذني زوجة لبيته فلم آكل منذ سنة إلا اللوبيا واللفت. يعني انتي قولي الصح يا أختي، قولي الصح. يا أخي لك دب حرام. انتي شفتي الصياد يروح يصيد حوتة ومن بعد ما يقليهاش، هاو باينة يصيدها ويقليها ويشويها، هذا ما كان. فزوجك كي تقولي قبل أن يعقد علي، قبل ما يعقد عليه كان في الصيادة، كان يصيد. كي تقولي كان يغدق علي بالهدايا ويرسل إلي بكل أنواع المباهج والمأكولات ويكرمني، الحوت، الكرفات، المارلون، الصورين، الله يبارك. هاكي هذه باينة. هاو مسكين كان في مرحلة العشق والحب والانبهار، ومن بعد كي تقولي بعد أن عقد علي انقص شوية، وبعد ما جابك لدارو اللوبيا واللفت. هاي سنة الله في خلقه، واش راكي حابة؟ حمد يا ربي. وعلى انت في بالك اللوبيا حاجة قليلة؟ راهي الغذاء رقم واحد في أمريكا، كيما احنا في الجزائر يقولوا الطعام هو رقم واحد في الجزائر. في أمريكا اللوبيا هي رقم واحد، يأكلها الأمريكان على أساس أنها الغذاء القومي. الحمد يا ربي. صبتي راجل يتزوج بيك ويوكلك اللوبيا واللفت حاجة قليلة يديروها بالطعام. الله الحمد يا ربي. ما تبقاي تشوفي الماضي كان بكري يغدق كنتي غينتي عنده، جابك تزوج بيك دوك 16 ما دراري. هذه سنة الله في خلقه. أنا نخاف لو كان تقولي لي كي جيت عنده صبتو يشرب شراب، هذا صبتو ياكل الربا، صبتو فاجر فاسق، صبتو يلعب ببنات الناس في الفيسبوك، صبتو كشحات. حمد يا ربي صبتي راجل صالح. لا أنصحك إلا بالصبر. وانت يا شوية يا أخي اتقي الله. هذه ما دخل عليها لوبيا واللفت عام كامل. مد ربي يقول في الحديث القدسي الجليل: عبدي أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. هذو العجايز بكري، العجايزة اللي ما قراوش، أنا حفظت من عندهم واش كانوا يقولوا. يقول لك: مد ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هكذا هذه يما أنا حفظت من عند هذا الكلام، اداتوا على يماها على جدها. مد ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. إما أنت شوية مرة فحفح المرأة هذه مسكينة. أما لكن كان في مرحلة الصيادة كان يغدق عليك، كان يصيد. كي جيتي عنده صيد حوتة يرميها للمقلة يشوطها ويشويها. هذه العقلية الصبري. الله يكون معك يا أختي، الله يكون معك ويفرج عليك. وإن شاء الله راجلك ربي يفتح عليه بالمال يولي يغدق عليك ويديك إن شاء الله حتى للحج. المهم الصبري بركة ما تشتكي.